في حياتنا كلنا بنقابل مشاكل صغيرة ومشاكل كبيرة. بس خليني أقول لك حقيقة مهمة جدا: الهروب من المشكلة عمره ما كان حل. بالعكس، المشكلة اللي بنسيبها بترجع أقوى وأكبر. قصة النهاردة هتعلمنا حاجة مهمة جدا: إن الخوف ما بيتغلبش عليه غير بالشجاعة، وإن أي مشكلة مهما كانت كبيرة حلها الوحيد إننا نواجهها بعقل هادي وتفكير صح. خلينا نبدأ الحكاية. في عمق غابة كبيرة محاطة بتلال خضراء، كان في كهف ضخم وعايش فيه أرنب طيب جدا. الأرنب ده كان معروف بقلبه الحنين، كل حيوانات الغابة كانت بتحبه، ولما حد يحتاج مساعدة كان دايما أول واحد يقف جنبه. في يوم من الأيام طلع الأرنب يدور على أكل، كان نفسه يلاقي فاكهة طازة أو حتى جزرة، والجزرة كانت أكتر حاجة بيحبها. الأيام اللي فاتت كان بياكل أوراق بس، وده خلاه زهقان ومتضايق، ولأن الجزر في الغابة دي نادر جدا كان شبه مستحيل يلاقي واحدة. لكن اليوم ده كان يوم حظه. فجأة شاف جزرة قدامه، فرح جدا ومسكها بسرعة. قال في نفسه: بدل ما أكلها هنا هاخدها الكهف واستمتع بيها وأنا مرتاح. وفي طريقه للكهف كان فرحان ومش مركز في الطريق، وفجأة اتزحلق وكاد يقع في النهر. بصعوبة مسك جذر شجرة وأنقذ نفسه، لكن الجزرة وقعت من إيده ونزلت في المية. الأرنب جري على جنب النهر، يمكن الجزرة تقف في مكان ما، لكن للأسف المية خدتها واختفت تحت شلال عميق. تعبان وحزين وما عندوش طاقة يدور على أكل تاني، قرر يرجع الكهف ويرتاح. لكن أول ما وصل عند باب الكهف حس بحاجة غريبة، قلبه بدأ يدق بسرعة وصدره اتشد. لأول مرة في حياته الخوف سيطر عليه. بصوت مهزوز قال: مين اللي دخل كهفي؟ مفيش رد. جمع شجاعته وقال بصوت أعلى: مين هناك؟ رد. وفجأة صوت مرعب خرج من جوه الكهف وقال: أنا اللي بكسر عظام وحيد القرن وبسحق الفيل لحد ما يبقى تراب. الأرنب ارتعش ورجع خطوة لورا، وقال في نفسه: إزاي مخلوق صغير زيي يقدر يواجه وحش بالقوة دي؟ في اللحظة دي عدى ذئب من المكان. الأرنب جري عليه وقال: يا صديقي، أرجوك ساعدني، في مخلوق مرعب مسيطر على كهفي. الذئب قال بثقة: سيبك عليا، أنا الكل بيخاف مني. دخل الذئب عند الكهف وزمجر بقوة، لكن الصوت المرعب رجع تاني وقال نفس الكلام. الذئب خاف وقال للأرنب: سامحني، أنا مش قده، وجري واستخبى. بعده جه نمر. الأرنب حكاله اللي حصل. النمر قال: أنا أقوى من الذئب وصوتي أعلى. زمجر النمر بقوة، لكن الصوت جوه الكهف كان أقوى. النمر جمد مكانه وفكر: لو ده بيكسر عظام وحيد القرن أنا مليش أي فرصة، وهرب هو كمان. بعده جه وحيد القرن، وبعده فيل، وكلهم هربوا من نفس الصوت من غير ما يشوفوا الحقيقة. وفي اللحظة اللي الأمل كان ضايع فيها ظهر ضفدع صغير. قال للأرنب: تحب أساعدك؟ الأرنب استغرب وقال: الذئب والنمر والفيل كلهم خافوا، إزاي أنت تقدر؟ الضفدع ابتسم وقال: مش مهم تصدقني، بس خليني أحاول. كل الحيوانات رجعت تستخبى، عايزين يشوفوا اللي هيحصل. الضفدع قرب من الكهف وقال: مين اللي جوه؟ الصوت المرعب رد تاني، لكن الضفدع ما خافش وقرب أكتر وقال: اطلع وواجهني. اللي جوه الكهف اتلخبط وشاف ظل كبير قدامه، وبخوف شديد طلع بره، والصدمة كانت كبيرة. كان دودة صغيرة جدا. بسبب صدى الصوت في الكهف صوتها كان بيبان مرعب. كل الحيوانات ضحكت واستغربوا إزاي حاجة صغيرة كده عملت خوف كبير قوي. والقصة دي بتعلمنا 3 حاجات مهمين. أولاً، المشكلة الصغيرة لو اتجاهلناها بتكبر وتخوفنا أكتر. ثانياً، الشجاعة مش في القوة، الشجاعة في المواجهة. ثالثاً، الهروب عمره ما بيحل حاجة.
لو عجبك الكلام ده، دي كانت رسالة من قناة المنطلق عشان تفكرك إنك تواجه مشاكلك وما تسيبش الخوف يتحكم فيك. نشوفكم في قصة جديدة ورسالة أقوى قريب جداً.